السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بخير، وحشتوني جدا جدا. هعمل معاكم النهاردة وجبة فطار حلوة قوي، تنفع فطار وعشاء، جميلة جدا جدا ان شاء الله هتدعولي عليها. فطاير حلوة قوي قوي قوي، يعني لو عندك بيضتين وبطاطساية كده هنعمل بيهم احلى فطاير واحلى فطار، سهل وبسيط، مش هياخد مننا وقت كتير ومش هيكلفنا حاجة. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. اول حاجة كده انا جبت بيضتين بدرجة حرارة الغرفة، هجيب عليهم بقى كوبايتين من المية. عايزة تحطي كوباية مية كوباية حليب، طبعا ده شيء يرجع لكم انتم، بس يعني بما اننا بنوفر حطينا كوبايتين مية ومش هتأثر خالص لو ما حطيناش الحليب. المية هنا دافية، ما تكونش سخنة وما تكونش مية ساقعة. هنجيب بعد كده بقى معلقتين كبار من الزيت او 3 معالق حسب ما تحبوا. بس يفضل ان احنا نحط الفلفل على البيض لان انا نسيتهم، علشان ما يبقاش فيه اي زفرة، هو ما كانش فيه، بس يفضل ان احنا نحط في الوقت ده الفلفل على البيض. بعد ما حطينا بقى معلقتين كبار من الزيت هنحطه كمان معلقة كبيرة من الخميرة او ظرف، هو تقريبا يعني بيبقى الباكت ده بيبقى معلقة كبيرة من الخميرة. هنحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية، وهبدأ بقى ان انا اخلطهم كده مع بعض. ده مهم جدا جدا ان احنا ندمج كده المكونات مع بعضها. طبعا المفروض اعمل بالمضرب عشان ما يبقاش يعني يسرع معايا، بس انا كان ما عنديش المضرب فاستخدمت المعلقة عادي. وبعد بقى كله ما اندمج مع بعضه هضيف 3 كوبايات من الدقيق، انا كنت نخلاهم قبل كده. هضيف 3 كوبايات، هقلب بقى، وزي ما قلت لكم لو عندكم المضرب هيسهل عليكم الخطوة دي. هدمج لغاية ما كل المكونات دي تندمج مع بعض. انا عايزة الخليط يبقى عامل زي خليط الكيك، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، هو لسه كمان هيخمر معايا شوية. فانا ضفت له في حدود ربع كوبايه من الميه، فانت شوفي كده عايزين قوام لا تقيل ولا خفيف، زي قوام الكيكه مش الكريب الكيك. ضفت بقى هنا الملح وضفت الفلفل، وهنا ناخد بالنا بقى من الملح، انا حطيت نص معلقه صغيره من الملح. ودوقي كده يعني دوقي العجينه كده على اساس انها ما تبقاش مالحه قوي وعدبه، لانها لو مالحه مش هتبقى ظريفه، فخليها يعني زي ما تحبيها. هنيجي بقى للخضار، انا سبتها وغطيتها بقى لغايه ما تخمر معانا، لغايه ما نقطع الخضار بتاعنا، بس احنا مش عايزينها تخمر زي العيش، يا دوب نقطع بس الخضار بتاعنا. عندي بقى هنا شوفوا اي خضار موجود عندكم في التلاجة، عندي كم قطعه لانشون، عندي بطاطسايه، عندي كمان كام فلفلايه كده احمر على اخضر، اللي موجود عندكم. عندكم كمان كزبره خضراء هتبقى جميله قوي. بقول لكم هنا في المبشره انا هبشر مش في الحته، البطاطسايه مش هبشرها في الحته اللي هي الواسعه، في الحته الضيقه من المبشره، لان انا عايزاها تبقى ناعمه قوي علشان تستوي معايا بسرعه. ولو وصلتم معايا لغايه هنا بقى في الفيديو، بتمنى من اخواتي حبايبي كل اخواتي حبايبي يشجعوني بقى بلايك حلوه قوي كده من ايديهم الحلوه، علشان بصراحه القناه واقعه على الاخر، اختكم يعني القناه متدمره عندها خالص. فبتمنى من كل اخواتي بقى لو فارق معاكم ان انتوا تشجعوني، تحطوا لايك من ايديكم الجميله دي علشان يرفع الفيديو ويرفع القناه، والكل يستفاد كمان. والله وصفة حلوة قوي، كل اللي هيجربها هيدعيلي عليها. هنجيب بقى عندنا هنا اللانشون. انا بص اللانشون هنا مش اختياري، يعني مش لازم، ممكن ما تحطوش، لو موجود حطوه وزودوا منه كمان هيبقى احلى. انا كان عندي كام واحده بس حطيتهم. يعني شوفوا بواقي التلاجة اكله جميله جدا، يعني هتبقى حلوه، فطاير جميله ببواقي التلاجة. مش موجود عندكم اللانشون ما تحطوهوش، عندكم جزرايه ابشروها كمان مع البطاطس، هتبقى حلوه ومغذيه لاولادنا. هتنفع الوجبه دي معاهم بقى في الفطار، هتنفع في عشاء، في مذاكره، هتبقى حلوة قوي. جربوها هتبقى روعة، هتدعولي عليها بجد والله مش كلام، هتدعولي عليها. جبت بقى كان عندي كام فلفلايه يتيمه كده، حتى يعني اللي كان فيهم اخضر واللي اصفرت واللي احمرت، قلت لهم تعالوا كده هتعملوا معايا ميكس الوان حلو قوي. عندكم طبعا فلفل احمر، فلفل اصفر، يعني فلفل الوان اخضر حطوه، ما عندكمش حطوا اخضر، ما عندكمش اخضر ما تحطوش. هي مش هتقول لا لاي حاجه، اللي موجود عندكم كله، اي بواقي في التلاجة حطوها هتبقى روعه بجد.
عندنا بقى هنا خلاص انا كنت سبتها لغايه ما تخمر، ما تخمرش قوي زي ما اتفقنا. حطيت بقى علشان اعزز الطعم، انا كان موجود عندي جبنه كيري. طبعا ممكن تستخدموا جبنه مثلثات حلوه قوي. عندكم جبنه رومي مبشوره روعه بقى، لان الرومي هتبقى فيها حدوقيه شويه. جبنه براميلي كمان هتدي طعم للفطاير، هتبقى حلوه قوي. الجبنه هنا اختياري، زي ما انتوا عايزين حطوا النوع اللي انتوا حابينه. يعني له نوع كده يبقى فيه طعم. الموجودة عندكم الجبنة فيتا، الجبنة الرودس، اي حاجة موجودة عندكم هتدي طعم كده للقمة. مع ان البطاطس هتديها طعم برضو جميلة جدا جدا. وما تخافوش البطاطس هتستوي معاكم على الاخر. خلاص هنا كده الخليط خلطته مع بعضه، مش هسيبه بقى يخمر. على الطاسة بقى، طبعا لو يفضل ان يكون طاسة تكون من اللي هي الواسعة، بس ما كانتش عندي فانا استخدمت الطاسة دي. انا كده كده عايزة اعمل الفطاير يعني حجمها صغير، فهي دي بتبقى من تحت كده صغيرة. هبدأ ان انا احط دهنة زيت واسخن الطاسة، وبعد كده احط الفطاير بتاعتي. هنقلب بقى كده اول ما تاخد لون من تحت، ما نقلبهاش غير لما تاخد لون. طبعا قلبناها ما نحركهاش، علشان لو حركناه الوش ده هيلزق معانا. لازم ان هي تستوي كمان من تحت وتشيل كمان من تحت. حتى لو انتوا قلبتوها وجت في الجنب، ما تحركوهاش من الجنب، تخلوها في النص. لا، تسيبوها لما تاخد الاول الوش بتاعها او تنشف معاكم، وبعد كده تحركوها. مش هتاخد دقيقتين 3 على النار، يا دوب بس على نار وسط. الوش الاول يحمر، تقلبوها على الوش التاني يحمر، تسيبوها كده تبقى ناشفه معاكم شويه. وبعد كده هي ما بتبقاش ناشفه قوي، عشان ما اقولكمش دي فطاير، انا بوريها لكم شكلها عامل ازاي. روعه روعه روعه. الكميه دي هتعمل معاكم 8 فطاير. انا عملت معايا 6، لان انا في الاول حطيت كبشتين، يعني كبشتين، وحسيت ان هما الفطاير تقيله معايا. بعد كده حطيت كبشه واحده. وكمان الفطاير كل ما بتستنى بتخمر معاكم، فهي بتنفش معاكم وبتبقى حلوه قوي. خلاص هنا بقى انا حطيت بوريكم لونها وبوريكم جمالها، وغير الريحة بقى جميلة جدا جدا. وزي ما انتوا شايفين ما بتاخدش اي معانا وقت خالص. فزي ما قلت لكم وانتوا بتقلبوا الفطاير، لو لزقت في الجنب حسيتوا ان هي لزقت كده ما جاتش في النص بالظبط، لا سيبوها. لان انتوا لو حطيتوها الوش بتاعها كله هيتمسح معاكم، فاستنوا ادوها فرصة كده انها تقلب على الوش. كملت الفطاير كلها بقى معاكم، ما شاء الله ما خدتش مني اي وقت. عملنا بقى معاها كوبايتين شاي، بجد بجد تحفة، والطعم يجنن وريحة تجنن، وهتعجب ولادكم قوي. سلام بقى لو تحطوا شوية كاتشب زي اللي انا حطاهم، تحسسيهم كده ان انتوا بتاكلوا بيتزا كده. فطاير بنجيبها من بره، فطير شرقي، فطير كده اللي احنا بنعمله باللحمة او بالصدق او اي حاجة. هتحسوا بالاحساس ده مع طعم حلو قوي خفيف وجميل جدا، ما بتاخدش زيت كتير، يا دوب الزيت بتاع الدهنة بس مش اكتر. شايفين ما شاء الله القوام بتاعها، وشايفين السمك بتاعها عامل ازاي. بجد بجد حلوة قوي. واللي انا بوريها لكم دي اللي انا عملتها كبشة واحدة، يعني بجد حلوة قوي قوي ومنفوشة كده، وهتعجبكم وهتعجب اولادكم. كوبايتين الشاي بقى على الفطار، وده اسرع فطار والله، ما بتاخدش وقت. شوية بقى خيار قطعتهم، شوية مخلل، شوية الكاتشب، ومش ضروري لو مش حابينه، هي حلوة قوي كده. يا رب الفيديو بتاعنا يكون عجبكم، والوصفة كمان تكون عجبتكم. وبتمنى من كل اخواتي وحبايبي يدعموني بقى بلايك من ايديهم الحلوة. وانا عارفة ومتأكدة ان اخواتي حبايبي مش هيخذلوني. واللي لسه اول مرة بقى يشوف القناة بتاعتي، برضو بايديه الحلوة دي يضغط على اشتراك ويفعل الجرس على الكل، علشان كل ما اقدم وصفة يوصل له اشعار على طول بيها بالوصفة بتاعتي. يلا شجعوني وبحبكم، وان شاء الله نستمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.